تمشي قد ايه عشان توصل لنسبة دهون 10% او كمان اقل؟ خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولاس فيتنس جايد. قلت لك النهارده توبيك مهم جدا ومحبب جدا لقلبي، هو فكره عدد الخطوات اليوميه اللي انت المفروض تعملها، وازاي تعمل لنفسك روتين يومي للمشي يساعدك ان انت بشكل كبير جدا توصل لنسبه دهون في المية 10% او كمان اقل لو فضلت مستمر على الروتين ده. مبدئيا لازم نعرف ان المشي هو طريقه من طرق زياده استهلاك السعرات او الانرجي اكسبندتشر. طبعا عمرك ما هتخس الا وانت في عجز سعرات، فهي وسيله سهله اسهل من الكارديو بتساعد الناس ان هي تحقق عجز سعرات. اذا هي لازم تكون عمليه ممنهجه، وده الهدف بتاع الفيديو بتاع النهارده، ان انت ازاي تحط روتين للمشي بتاعك اليومي بشكل ممنهج يوصلك في الاخر لهدفك. فلو انت شايف ان ده توبيك مهم وقد يفيد اصدقائك او الناس حواليك، اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو في بدايه الفيديو وتعمل كومنت بسيط، لان ده بيعرف الالجوريزم ان ده فيديو مهم وبيساعد على انتشاره في بدايه نزوله. مبدئيا التارجتس اللي انا بحبها لعدد الخطوات اليوميه واللي لازم تبتدي ان انت تحطها في دماغك كده، ان ده اللي انت عايز توصل له في الاخر، هو ما بين 10000 ل 15000 خطوه في اليوم. دول يعني هيساعدوك ان انت توصل فعلا لنسب الدهون اللي انا بقول لك عليهم دول مع وجود عجز السعرات. متوسط حرق الشخص اللي بيمشي 10000 خطوة في اليوم، الحرق اللي بيجي من المشي ذات نفسه للسعرات، هو ما بين يعني 300 ل 400 سعرة لكل 10000 خطوة. ده طبعا هيفرق على حسب البيس او سرعة الخطوة بتاعتك، هيفرق على حسب وزنك انت كشخص عامل ازاي الى اخره. فاذا احنا بنقول ان احنا يعني هنحسبها على الرقم الاقل اللي هو 300 سعره. لو انت عملت ده 7 ايام في الاسبوع، فانت حققت حوالي 2100 سعره عجز من بس فكره ان انت بتتمشى 10000 خطوه. احنا ما بنتكلمش في 15000 لسه، بنتكلم في ال 10000 بس اللي هو اقل حاجه في الدنيا. ضيف لده ان انت لازم هتكون عامل عجز سعرات طبعا من الدايت بلان بتاعك، وهنتكلم في عجز معتدل جدا اللي هو 500 سعره في اليوم. 500 سعره في اليوم في 7 ايام، يعني بتتكلم في 3500 سعره عجز جايه من الدايت. يعني انت عندك كده بتتكلم في 2100 عجز جايين من المشي و3500 عجز جايين من الدايت. يعني التوتال بتاع الكلام ده حوالي عجز سعرات حوالي 5600 سعره جاي من مجموع الاثنين اكتيفيتيز اللي هم عجز السعرات بتاع الاكل وعجز السعرات بتاع المشي. ده غالبا هيحطك في الرينج بتاع ان انت تخس ما بين 700 جرام لكيلو في الاسبوع. ودي حاجه كويسه جدا جدا، لان احنا اللي احنا بنحاول ان احنا نحققه هو ان احنا نخس اسبوعيا حوالي نص ل 1% من اجمالي وزننا في بدايه خساره الوزن. يعني وانت لسه في رينج 15% 14% 13% الكلام ده، ده مفيش مشكله خالص ان انت تبقى في اتجاه ال 1%. انا بشوف ان الشخص بعد ما ينزل على ال 12% يبتدي ان هو يحاول يخليه في النص في المية اسبوعيا. اذا اول حاجه هو ان احنا هنحط تارجت نحاول ان احنا نمشيه اسبوعيا. الفكره من ده ان انت لو مش موجود عندك المشي ده اصلا، هتلاقي نفسك ان انت مضطر ان عجز السعرات بتاعك يبقى قوي جدا جدا جدا. هتلاقي نفسك بتنزل اوقات كتير جدا تحت ال 2000 سعره واوقات تحت ال 1800 سعره كمان عشان تنشف قوي. المشكله في ده هما حاجتين. اول حاجه هو ان انت ده هياثر بالسلب على بقيه حياتك كلها. خلينا واقعيين، لان اللو انرجي، فكره ان مفيش طاقه متوفره، ده بيخليك مودك مش كويس، بيخليك تعبان طول النهار مفرهد الى اخره، فحياتك كلها بقت متمركزه حوالين ان انت عايز تنشف، وده مش حاجه برودكتيف. انا ما بشوفش ان دي حاجه كويسه، الا طبعا لو انت شخص كومبيتيتيف، شخص بقى طالع ستيج الى اخره، ده كلام تاني خالص ودي طرق تانية خالص. طبعا لو انت شخص حابب ان انت حد يساعدك في ان انت تعمل ده، ممكن تبعت لي دي ام، مفيش مشكله وانا اساعدك في التجهيز. لكن الشخص العادي، الشخص اللي داخل الجيم، هو مجرد لايف ستايل في حياته وعايز يعمل شيب كويس للصيف الى اخره، فورمه يعني، مش المفروض ان ده ياثر على بقيه حياته بالسلب. علشان كده
احنا بنحتاج ان يبقى في سعرات عاليه نسبيا تسمح ليك ان انت تفانكشن في حياتك بشكل كويس، وفي نفس الوقت تقدر ان انت برضو تحقق التارجت بتاعك. والمشي هيكون وسيله قويه جدا تساعدك على ده. عشان كده احنا اساسا بنضيف المشي. لازم تحاول ان انت تخلي المشي بتاعك بعيد عن التمرين قدر المستطاع. ولو هيبقى فيه جزء من المشي بتاعك قبل التمرين، ما يكونش الكمية الأكبر. يعني لو أنت مثلا بتمشي 10,000 خطوة في اليوم، خلي منهم 4,000 ولا 3,000 قبل التمرين، وبقية المشي بتوزع على بقية اليوم بتاعك. هي دي الطريقة اللي هتساعدك إن أنت تحافظ على الانتنسي أو الشدة بتاعة تمرينك. لأن أنت من الآخر كده لو ما حافظتش على شدة تمرينك، هينتهي بيك المطاف إن أنت هتخس عضلات كتير جدا، خصوصا لما تبتدي إن أنت تقل عن ال 12% فيما تحت. ليه؟ لأن أنت جسمك بالنسبة له الاحتفاظ بالدهون في الوضع ده بيكون أأمن. لأن من الآخر كده لو جيت تبص لها بالعقل، جرام الدهون فيه 9 سعرات مقابل جرام البروتين اللي هو موجود في عضلاتك فيه 4 سعرات بس. يعني انهي بالنسبه لجسمك هيساعده على البقاء؟ دي غريزه فطريه، هيحافظ اكتر بشكل كبير جدا على الدهون. طب ايه اللي يخليه ان هو يقول لا انا مش محتاج الدهون انا محتاج العضلات؟ ان انت تجبره على ده عن طريق محفز، وهو تمارين المقاومه وشدتها اللي تقول له لا انت محتاج العضلات دي، حافظ عليها. فوقتها يجبر جسمك على ان هو يخسر من الدهون مش من العضلات. اذا انت لازم تحافظ على شده تمرينك. الناس اللي بتقلل شده تمرينها وهي بتعمل دايتنج ده غلط تماما يا جماعه، هتخسروا كتله عضليه، مش حاجه حلوه خالص. اذا احنا بنحاول نبعده قدر المستطاع عن التمرين ونقسم بقيته على مدار اليوم. مفيش مشكله ان انت تتمشى على المشايه بعد التمرين بتاعك عادي، وتحسبه ضمن التارجت بتاع الستبس بتاعك. مشي على ميل مش مرتفع، يعني ما تعملش انكلاينيشن لان هو مش كارديو، هو مشي على ميل عادي جدا، درجة ميل صفر يعني. وتمشي على سرعة هادية جدا، سرعة بالراحة 4 ولا حاجة، شوية مشي كده تكمل بيهم عدد الخطوات بتاعتك. طبعا لازم يكون في حاجة بتتراك بيها الكلام ده، ويفضل ان هي يكون اكتيفيتي تراكر. مش لازم تروح تشتري ساعة ابل واتش بمش عارف كام. في حاجات تراكرز، يعني هي حاجه زي فيت بيت وبتاع، هي عباره عن كده بتاع رفيعه خالص بتتلبس، اسمها اكتيفيتي تراكر، هتلاقيها عند بتوع الموبايلات الى اخره، او تقدر تجيبها من على النت اونلاين بمنتهى السهوله. اسعارها مش عاليه، تقدر ان انت تجيب واحده بتتشحن شحنتها بتقعد مده طويله قوي، تفضل لابسها طول النهار من الاخر كده. هتطلع تتمشى في الشارع، هتتمشى بعد التمرين بتاعك، اعمل ده ودي لابسها، هتلاقي ان انت في اخر اليوم عارف التارجت بتاعك. طب لو انت مش عارف انت فين اصلا، ازاي تحط تارجت؟ يعني انا واحد اصلا عمري ما فكرت في حياتي ان انا ابص على خطواتي اصلا، انا بمشي قد ايه ولا بمشيش قد ايه، انا عادي بقضي يومي زي ما هو وخلاص. لو انت معاك موبايل، واغلب الموبايلز دلوقتي فيها حساس بيقدر ان هو يحسب عدد الخطوات، بص عليه هتلاقي ان انت في كل موبايل بيبقى فيه ابلكيشن بتاع هيلث كده. في ابلكيشن الهيلث ده هتلاقي جوه الابلكيشن فيه الافريج او المتوسط بتاع الخطوات اللي انت بتمشيها اسبوعيا. بص على الرقم ده، شوف الرقم ده كده عندك كاتب كام. والله لقيت انا الرقم ده عندي كاتب 4,000 ولا حاجه. مش منطقي خالص ان انا احط تارجت 10,000، صعب. اذا انا ظروف حياتي الطبيعيه بتسمح لي ان انا امشي 4,000 خطوه، ما اروحش انا اجري عايز ارفعهم 10,000 ولا 15,000 خطوه. ده كده انت بتعقد نفسك وبتصعب الموضوع. انا بشوف ان الشكل الامثل اللي انت تعمل بيه بروجريشن او الخطوه الجايه هو ان انت عرفت البيز لاين فين، انت اوريدي طبيعه حياتك بتتيح ليك تعمل ايه، حط على ده 50%. يعني لو 4,000 خليهم 8,000 او 7,000 في الاول، مفيش مشكله. وحقق التارجت ده، وخليه جزء من روتينك، وخليه جزء من طبيعه حياتك. وبعد كده ابتدي ان انت علي التارجت، ارفعه بقى مثلا من 7,000 ل 10,000. وبعديها بفتره لما يبقى الموضوع بتعمله من غير عناء، ارفع ال 10,000 مثلا ل 12,000، وهكذا لحد ما توصل لل 15,000. ده هياخد وقت، لكن هيبقى ضمن روتين حياتك، هيبقى ضمن اللايف ستايل بتاعك. وهو ده المطلوب، ان احنا مش عايزين نخرج بره طبيعه حياتنا، احنا عايزين حاجه نضيفها جنب حياتنا بسهوله تساعدنا ان احنا نحقق التارجت بتاعنا. اذا ده الشكل الامثل للمنهجه بتاعه ان انت تحط تارجت وتعمل فيه بروجريشن. الاكتيفيتي تراكر او الساعه او الحاجه اللي انت هتلبسها، هتلاقي ان هي دايما كده فيها خاصيه ان هي تديك اشعار، نوتيفيكيشن، لما تبقى انت شخص قاعد ما بتتحركش.
او كل فتره تفكرك ان انت عندك تارجت المفروض تحققه. ده مهم جدا، لان ده كده كأن حد قاعد على دماغك بيزن عليك بيقول لك ان انت عندك حاجه ما حققتهاش، او بيديك اشاره ان انت كده يومك حلو وان انت حققت جزء كبير جدا من التارجت بتاعك، وده هيديك موتيفيشن. ففي الحالتين هينفعك، كده كده هينفع. فاذا انت خلي النوتيفيكيشنز دي متاحه وشغاله، ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تحقق التارجت بتاعك. هتقول لي انا واحد بزهق من المشي، انا واحد اصلا ايه انزل امشي في الشارع. خليني اتكلم معاك كده في حاجه بسيطه. خد الفتره دي ان هي فتره تتعلم فيها حاجه جديده، وده بقى اللي انا بعمله شخصيا. انا واحد مثلا باخد شهادات، والشهادات اللي انا باخدها بتبقى شهادات اونلاين. فالشهادات الاونلاين دي هي محتاجه مذاكره، فانا بذاكر في وقت المشي ده. بختار بيئه سيف انفايرمنت، ما تمشيليش في نص الشارع في وسط العربيات وانت ضارب لي السماعات في ودانك ومش حاسس بالدنيا وباصص في موبايل، ولا قدر الله تقوم لابس، ده مش صح. امشي في حته كده انت عارف ان هي امان رصيف ولا حاجه. شغل بودكاست مثلا، لو انت طبعا مش بتذاكر ولا حاجه، شغل بودكاست عن موضوع معين حابب ان انت تتعلمه. ممكن تعمل ده في الكارديو بتاعك برضه على فكره، وابتدي ان انت تسمع الكلام ده وانت بتتمشى. او لو فيديو هتبص عليه مفيش مشكله، اطمن ان انت الطريق اللي انت ماشي فيه امن وشايف السكه قدامك. هتبقى من امتع الفترات اللي انت بجد بتقضيها في حياتك. هتبقى بتستثمر في نفسك، وفي نفس الوقت عارف ان انت تتطور في مجالات تانية كتير في حياتك. ما بقتش حاجه بتاخد من حياتك، بقت حاجه بتضيف لحياتك. خلي دي منهجيه اليوم بتاعك. انا هحكي لكم دلوقتي اصلا انا يومي بيمشي ازاي عامه يعني، بس بقى يعني لازم اشرح لكم الروتين اللي انتوا المفروض تعملوه الاول. وابتدي ان انت كده اكتب لي بقى في الكومنتات والله انا متخيل يومي شكله عامل ازاي. لو ما عملتش لايك اعمل لايك طبعا، عشان يعني اعتقد ان كده اللي انت محتاجه في الفيديو خلص. اللي انا هقوله دلوقتي ده روتين انت ممكن تستلهم منه او تستشف منه براحتك بتاعتك، لكن اللي انت محتاجه عشان تست الروتين بتاعك خلاص انا قلته لك في الفيديو. انا بصحى من النوم الصبح، قبل اي حاجه خالص بصحى الفجر، اصلي الفجر، وانزل امشي في الشارع. انزل امشي لمده ساعه. انا بصحى كده قبل ما الدنيا تنور انزل اتمشى في الشارع. انا في الوقت الحالي وانا بسجل الفيديو ده انا باخد الشهاده بتاعت جي 3 يو يونيفرستي بتاعت جون جوت ولوك ميلر الاثنين مع بعض، بس هو الاغلبيه في الشهاده لجون جوت. ما علينا. انا بنزل اشغل الليسون بتاع النهارده. هي الدروس ما بين غالبا بتكون ما بين نص ساعه لساعه ونص. فانا بحط تارجت ساعه لان انا كده كده ورايا التزامات. بنزل شغل درس وامشي اذاكر. انا عارف انا بمشي فين، خلاص ده جزء من حياتي، فانا عارف انا بمشي فين من غير مشاكل. انزل اتمشى كده شويه واقعد اذاكر. ارجع افطر، البس، انزل اودي بنتي المدرسه، وبعد كده اخد البري ورك اوت البري ورك اوت شيك بتاعي لو انا هاخد بري ورك اوت شيك او بري ورك اوت ميل تاني على حسب الدايت بلان اللي انا فيه. وبعد كده اطلع على التمرين بتاعي. خلص تمريني تبقى الساعه مثلا 10 ونص الصبح، وانا خلصت مثلا حوالي 8000 ل 9000 ستيب. انا التارجت بتاعي 15000، فانا كده ده حوالي يعني تقدر تقول حوالي مثلا 50% او 60% من التارجت بتاعي. على مدار اليوم بتاعي انا بتحرك في كل حاجه. بحاول ان انا اتحرك ما بين المجاميع التدريبيه على فكره، احط ازازه الميه بعيد، بمشي لحد ازازه الميه، بس في نفس الوقت بريح كويس. بحاول ان المشاوير اللي على مدار اليوم اللي انا هعملها بعد ما ارجع من شغلي، بعد ما بروح شغلي واخلص، المشاوير اللي على مدار اليوم اللي اقدر اعملها على رجلي اعملها على رجلي. انزل اتمشى يا عم. المشي بيحسن المود. المشي بيخليك كده تطلع بره الزوم بتاع الحياه. تمشي، شم هوا، شم هوا بجد. ما تركزش باللي يحصل في الشارع، ما تقعدش تركز في مشاكلك وهمومك، ما تمشيش تتمشى عشان تفكر في المشكله اللي عندي واحلها ازاي. لا، امشي كده لنفسك، امشي كده تسترخي. المشي بيساعد على الدايجيشن، بيحسن الهضم جدا. فلو قدرت ان انت تضيف 10 دقائق مشي بعد الوجبات بتاعتك اعمله. ده اصلا هيخليك تحقق التارجت بتاعك كده هوا من غير ما تحس. ده على مدار اليوم بيساعدني ان انا ينتهي بيه اليوم وانا محقق 15 يوم، محقق 15000. انا خرجت محقق 15000 خطوه فيما اكتر بمنتهى السهوله على فكره، من غير كارديو ولا حاجه. ممكن تبقى انت بني ادم ذكي شويتين، ان انت في ايام من الوارد ان انت الايام دي ما يكونش متاح عندك فيها الوقت اللي تقدر تحقق فيه التارجت بتاعك. انت محتاج متوسط عدد خطوات في الاسبوع 10000 ل 15000 على حسب التارجت اللي انت حاطه. ممكن يبقى فيه في الايام الفاضيه عدد خطوات اعلى من الايام اللي انت يومك فيها زحمه ومش قادر ان انت تحقق ده، بحيث ان في الاخر خالص يبقى الموضوع منتهي بيك ان انت متوسط عدد الخطوات بتاعك على قد التارجت اللي انت محققه بمنتهى الاختصار.
زي الدايت، مش في ناس بتعمل كالوري سايكلينج ايام سعرات عاليه وايام سعرات، نفس الفكره بالظبط. هو عمليه اكسبندتشر، عمليه استهلاك طاقه او حرق سعرات. وظفها على اسبوعك كما يتراءى لك الاحسن ليك انت. اتمنى ان انت لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك لحد دلوقتي يبقى حرام عليك، اعمله بقى. وما سبتليش كومنت فيه استفسار او حاجه سيبهولي. ولو مش مشترك في القناه او مش مفعل جرس التنبيه، اتمنى ان انت تعمل ده دلوقتي. وطبعا لو عندك استفسار بره عن الموضوع ده، ممكن تسالني في الكومنتات عادي جدا، او تبعت لي DM على اي هاندل من بتوع السوشيال ميديا، كلهم دولا_فتنس من الاخر كده. غالبا ببقى اكتف اكتر شويه على IG، مش عايز اقول اسمه عشان ما يقعش ريتش الفيديو ده. فتبعت لي DM وهتلاقيني برد عليك. انا طول الوقت بعمل لايف كويستشنز اند انسرز كده، اسئله واجوبه، سيب لي فيهم او ابعت لي DM، انا برد كتير قوي على الناس. وبحاول ان انا كل اسبوع اعمل زي كده يعني Q&A، الم فيه اسئله وارد عليها في فيديو زي ده. هتلاقوا منهم كتير، ارجعوا اتفرجوا عليهم، هيساعدوكم في توبكس كتير قوي الناس بتسال عنها. ممكن تلاقي حاجه اصلا انت كنت عايز تعرف اجابتها، هتلاقيها موجوده اوريدي في الحاجات دي. ومقترحات كل الفيديوهات الجديده بحب دايما ان انا اشوفها في الكومنتات. كان معاكم دولا من دول الفتنس جايد، استنوني في الفيديو الجديد.